عاملين كام وجبه؟ كميات. السنه دي احنا متارجتين من 90,000 وجبه ل 100,000 وجبه. ازحم عزومه للعالم كله، 90,000 شخص هيتجمعوا من كل حته وهيقعدوا يفطروا مع بعض. اللي ورايا ده اكبر افطار جماعي في العالم، والحكايه بدانا اصحاب مع بعض قاعدين عايزين نفطر مع بعض يوم لحد ما بقت 20 شارع، ودي السنه ال 12 ليها. المطريه حكايه 12 مش كفايه. كل قسم عندنا هنا ليه حد مختص. الاجواء يا جدعان رهيبه. المطريه. أهلا وسهلا بكم في إفطار 15 من رمضان بالمطرية. دي تجهيزات اكبر فطار في العالم من قلب مطبخ المطريه. معايا شيف نونا. قول لي بقى بالكم قد ايه بتعملوا الاكل واللحمه والفراخ؟ بقالنا 12 سنه 12 سنه بنعمل المائده دي. دي المائده النهارده بقى. اللحمه احنا بادئين من بعد الفطار على طول. اه من بعد الفطار على طول احنا بادئين. بنبدا بنبدا من بعد الفطار بنعمل اللحمه، بعد كده بنعمل الرز، بعد كده واحنا بنعمل الرز الفراخ بتستوي. الفراخ بتستوي. وفي البيوت بيعملوا محاشي. النهارده مع امهاتي اللي هنا قاعدين بيعملوا المحشي في عزومه المطريه. قولي لي بقى عاملين قد ايه؟ كام كيلو؟ كميات. كميات كام؟ مش هقول عشان هنتحاسب. ليه كده؟ لا كتير، ما تعدش يا جامي. ما تعدش ها؟ ايوه. ما ما شاء تعدش يا الله. جامي، هنتحاسب. انا عايز اعمل معاكم محشي. هناخد بس الجوانب علشان السيفتي الامان. اهم حاجه يا جدعان الجلافز هنا. ها؟ الجلافز. البس الجلافز. ماشي خلاص ممكن اهو. ماشي ماشي بس بقى وحش. ماشي هلبس. هتديني واحد يا متهيألي. اهو اسود كمان. عادي. شكرا. انت عايز تعمل محشي؟ ايوه. تعبي معانا؟ هتعلم بقى. لا خالص. احنا هو فين؟ هو فين؟ ثواني مش عايز يتلبس. بالراحه. لا احنا بنقول سيفتي وانت بتقول انفخ. اوعى تصور كده. ماشي خلي بقى معاك الميه. بقول لك انا لا عشان ما تعبكيش. مش عايز تعبك. قاعده اهو. صوروا وهو بيحشي انا ايد واحده ماشي. ايدك يا نعم. مش مهم، امسك دي كده. ماشي. ايوه وحط بقى ايدك اهو. مش عارف يعرفي. ايوه مش هيعرف. يلا برافو عليك. لا دخل صباع. ممكن الصغير ده. هو المحشي ده حد بيشارك فيه من بره ولا انتوا بس؟ لا احنا بس. انتوا بس. شباب ايه بقى؟ حريم الشارع. حريم الشارع لا كله. الحته بس. الشارع كلها مسكنا بس. المنطقه. كل الستات في الشارع ده. كل شارع في البيوت. البيوت يعني كل بيت بيعمل حل كده. كل واحد حل. ماشي اجي لكم السنه الجايه بقى واجي من اول من بدري عن انت كده. المفروض تيجي كل سنه بقى عشان خلاص. تقعد تعور الاول. من اسبوع. انت تاخد المحشي بخطوات من أوله. من اوله. احنا مش تضحك علينا تعبي بس. احنا هنقور التقويم. بعدين نخلط البصل والخضره والقوطه وتعصرها وتعمل ده احنا كده نعمل بقى من اول وجديد. ايوه انت تعمل عشان تحس بالمعاناه بتاعتنا. لا انا عارف انتوا بتعانوا كده كده. ايوه. انت عايز تعبي بس. احكي لي بقى منظمين ازاي؟ الدنيا متنظمه ازاي؟ بص احنا الحمد لله 12 سنه على التوالي. تنظيم طبعا احنا الموضوع بيجي معانا اخواتنا الكبار القائمين على التنظيم، واحنا الشباب اللي تحتيهم على طول. بيبقى الموضوع زي ما انت شايف كده، احنا بنفضل من قبليها بشهرين 3 بنقعد نستعد لليوم دوت علشان خاطر تبقى شهرين انت 3 قبلين. بشهرين 3 بنقعد نجهز في الشوارع، بنبقى بايتين في الشوارع. يعني كل اللي بيبقى مثلا ايه، نبقى راجعين من شغلنا كلنا الكلام ده كله، نتجمع تجمعات، نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه، نعمل رسومات، نعلق الزينه، نبتدي نحضر اليوم ازاي، نجيب حاجاتنا. في حد بقى مسؤول عن الرسومات لوحده؟ حد طبعا كل قسم عندنا هنا ليه حد مختص. يعني قسم الميديا ليه حد مختص، قسم الرسومات ليه حد مختص، قسم المطبخ ليه حد مختص، قسم التنظيم ليه حد مختص. كل حاجه عندنا هنا ليه حاجه مختصه يعني. والموضوع زي ما انت شايف كده، احنا الحمد لله بنقول من مثلا من المطايا للعالم، مش مطايا لمصر كلها، من المطايا للعالم. اللي بيجي بره مصر بياخد واجبه احسن من اللي جوه. جاي منين كده؟ جاي من سلطنة عمان، كوريا، بنغلاديش، اندونيسيا، شاينا. النهارده انا مع شيف احمد وشيف عمر مسؤولين على التوابل ومسؤولين على الاكل. قول لنا بقى يا شيف. بص احنا هنا شغالين في جزء من الاجزاء بتاعت المطبخ. من الاجزاء. احنا هنا دلوقتي بنجهز اول حاجه، بنجهز الحاجه المعيار اللي بنشتغل بيه بتاع الرز، التوابل وكل حاجه، بحيث ان اي حد عايز يجي يشتغل معانا ويشارك معانا يبقى عارف ان التوابل جاهزه، بياخد كيس التوابل مع كيس الرز مع الزيت، يشتغل بالمعيار، بحيث ان انا لو بعمل 90,000 وجبه، الوجبه الاولى زي الوجبه الاخيره. طلعت الوجبه الاولى مالحه يبقى كله مالح، الوجبه الاولى مظبوطه كله يبقى مظبوط. واحنا الحمد لله زي ما حضرتك شايف احنا بنشتغل بالميزان، عارفين الكيلو بياخد قد ايه جرام ملح، قد ايه بياخد بهارات، قد ايه عطاره، قد ايه زيت. شغالين كل سنه بالميزان.
عاملين كام وجبه؟ عاملين السنه دي احنا متارجتين من 90,000 وجبه ل 100,000 وجبه. السنه دي عاملين من 90,000 وجبه ل 100,000 وجبه، متخيلين قد ايه كميه؟ يعني ربنا يزيدهم والسنه الجايه ان شاء الله يكونوا 120 140. يا رب، والدنيا كلها يا رب الدنيا كلها تعمل احسن ما احنا بنعمل. كم كيلو رز بقى مطلعينه؟ ان شاء الله السنه دي 3.5 طن. 3.5 طن. 3.5 طن ان شاء الله. الله اكبر. واللحمه 9 طن. 9 طن. واللحمه 9 طن ان شاء الله. من قلب المطبخ هنجرب اللحمه وهندوق طعمها عامل ازاي. اقسم بالله مهريه. قول لنا بقى شوف ازاي بتوزعوا بص الوجبات احنا ما بنشتغل اولا، ده المطبخ الرئيسي، ما فيش مطبخ ثاني للعزومه اللي هو المطبخ ده. المطبخ ده اللي بيوزع الوجبات الرئيسيه للمنطقه كلها. طبعا المنطقه كلها ما بتاخدش الوجبات كلها مره واحده، احنا مقسمين الشوارع مثلا 25 شارع ولا 23 شارع دول مقسمينهم على ساعات، يعني من مثلا من 10 ل 11 هيجي مثلا شارع فلان وشارع فلان هيستلم مثلا ال 2000 وجبه بتوعه. من 11 ل 12 الشارع الفلاني والشارع الفلاني هيجي من واحده لكذا، مقسمينها بحيث ان احنا مثلا من 10 الصبح لحد الساعه مثلا 3 4 بنبقى احنا وزعنا الوجبات كلها على الشوارع بتاعت المنطقه كلها. وكل شارع ليه ساعه معينه. كل شارع ليه نقطه تسكين، احنا هنا نقطه التسكين بتاعت الوجبات بتاعت العزومه كلها. العزومه كلها. وكل شارع ليه نقطه تسكين الوجبات بتاعت الشارع بتاعه. اللي بيجي بياخد الوجبات بتاعته بيروح يسكنها في المكان بتاع الشارع بتاعه. يجي ساعه الفطار، قبل الفطار بنص ساعه يفرش شارعه، يقوم منزل الوجبات ساعه الفطار. منزل الوجبات ساعتها. هنا ما بيعملوش حاجه غير هم لابسين الجوانتي. اهم حاجه عندهم هي النظافه برضه، واجمل حاجه عندهم ان كلهم بيشتغلوا بقلب راجل واحد، راجل ست طفل صغير كله شغال وكلهم بيحبوا بعض. والحكايه بدأنا اصحاب مع بعض قاعدين عايزين نفطر مع بعض يوم. احنا عددنا كبير فما كانش ينفع مثلا مكان يشيلنا، فجمعنا 3 4 ترابيزات قعدنا مع بعضينا فطرنا. سنه ورا سنه ابتدى الموضوع يكبر، ابتدى ياخد الشكل اللي انت واصل له لغايه دلوقتي اللي انت فيه دلوقتي حاليا. الاجواء يا جدعان رهيبه. اسهم عزومه للعالم كله. وهنا كان فاضل 5 دقايق على الاذان. بحب اشكر كل اهالي المطريه الجمال على اليوم التحفه ده. طبعا اخويا جو اللي استضافني في عزومه المطريه.